بيان من الديوان الأميري. يود الديوان الأميري أن يعلن للمواطنين الكرام أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد قد غادر المستشفى الأميري الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم، وذلك بعد أن تأكدت اللجنة الطبية التي أشرفت على إجراء الفحوصات لسموه أنه يتمتع بكامل الصحة والعافية. في صباح السبت 9:15 من شهر رمضان من عام 85 و900 وألف انطلق الموكب المعتاد للمغفور له بإذن الله أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الصباح، متوجها من قصر دسمان إلى قصر السيف، حيث ضم الموكب عدة سيارات. تتقدم السيارة التي تقل سمو الأمير الذي كان يجلس كعادته في المقعد المجاور لسائقه. وما إن شارف موكب سموه رحمه الله في الوصول إلى قصر السيف حتى حاول قائد مركبة بيضاء اقتحام الموكب لتصطدم سيارته بالمؤخرة اليسرى لسيارة الحرس، مما أسفر عن انفجار هائل لتتحول تلك البقعة إلى منطقة منكوبة بالشظايا والأشلاء. ارتقى على أثرها الشهيد محمد قبلان العنزي والشهيد هادي حمد الشمري، بينما تحولت المركبات إلى ركام وكتلة من الحديد. في غضون ذاك سارع أفراد الحرس الأميري للتعامل مع حادث الغدر الذي تعرض له سمو الأمير رحمه الله ونقله إلى المستشفى الأميري، وكانت جميع المؤشرات تؤكد تورط خلية إرهابية إيرانية وراء محاولة الاغتيال. فالهدف عزة وكرامة الكويت، ونسير جنبا وخلفا وراء صاحب السمو وقائد نهضتنا حفظه الله بكل مكروه. عناية الله حالت فوق أيدي الغدر التي تجرأت على محاولة النيل من أمير القلوب المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي كرس جل حياته في سبيل رفعة الوطن والذود عن سيادته، لتبقى كلماته تصدح في أذهان الكويتيين حتى يومنا هذا. وأود أن أطمئنكم جميعا أنني الآن بخير والحمد لله، وما نتعرض له من حوادث، أن ذلك لن يثنينا ويثني الكويت من السير في طريق الخير للجميع، وأن تعمل من أجل الخير لأبنائها ولأمتنا العربية والإسلامية. الكويت هي البداية، ومن الكويت نبدأ، وإلى الكويت ننتهي، وما عدا ذلك فليس من الكويت وليست الكويت منه.